للسعودية في قلب الشعب البحريني مكانة خاصة عمدتها روابط الأخوة والتاريخ ومواقف الرجال، مكانة جعلت من مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية فرصة للتعبير عن صادق المشاعر ما كان للبحرينيين تفويتها. أود أن أهني خادم الحرمين الشريفين والأسرة السعودية المالكة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الغالية على الجميع، ونعتبر أن اليوم الوطني هو يوم للبحرين، والعلاقات التي تربط البحرين والسعودية هي علاقات أشقاء، ولذلك أنا أعتقد بأن مثل هذا اليوم لابد أن نسجله بكثير من الشكر والعرفان للقيادة السعودية على مواقفها تجاه مملكة البحرين، ونأمل إن شاء الله أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين وعلى الشعب السعودي الشقيق بالرفاه والأمن والصحة والسلامة. نرفع تهاني القلبية إلى صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه المناسبة التي نرفع في هذه التهيئة هي مناسبة طيبة علينا جميعا في مملكة البحرين. نقدر الجهود الكبيرة والمثمرة التي يتبعها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين والنائب الأول والنائب الثاني لجلالته في سعيهم الطيب استغلال المملكة العربية السعودية وعطاها في واقع الأمر هو عطاء للأمة العربية جميعا. ومواقف المملكة العربية السعودية في واقع الأمر ليس محصورة فيما تقدم في الأمور في الداخل، ولكنها هي مظلة كبيرة لعالمنا العربي. وإذا كان لأهل السياسة والإعلام في البحرين لغتهم في التهنئة، فإن للبعض الآخر لغة مختلفة مفعمة بالذكريات والحب والشعر. البحرين والسعودية بينهم أخوة أبدية، والإخاء بيننا وبينكم مو قصيدة أو حروف مسطرة، مو جسر. سمعوا كلامي مو جسر، من زمان بيننا وبينكم 1000 جسر. المحبة من الله ذي شيء في الصدر، احنا روضة ورد في أيام الفرح وسيف على العدوان في أيام الصبر. وبعدد جسور المحبة الواصلة بين المملكتين تدفقت باقات التهنئة قدمتها البحرين لشقيقتها الكبرى في ذكرى يومها الوطني، ولسان حالها يقول: دامت الأفراح في دياركم العامرة. أشرف المرزوق، الإخبارية، المنامة.